تمام يا باشمهندس، العرض اللي انت قدمته جميل جدا. هفكر واكلمك اول لما اقرر. شكرا ليك. السيناريو ده بيمر على ناس كتيرة بتشتغل في مجال السيلز او المبيعات. العميل يقول لك كلمة هفكر، بس انت تفتكرش ان كلمة هفكر معناها انه رفض او قبل العرض اللي انت بتقدمه. كلمة هفكر معناها ان في حاجة مش مطمنة جوه العميل، وانت قدامك ثواني قليلة بعد الكلمة اللي هيقولها اللي هي كلمة هفكر ان انت تكتشف ايه الحاجة ديت. يا اما هتتحول لشخص عادي بيستنى اتصالات عمرها ما بتيجي تاني من العميل. ولازم تعرف ان البيع الحقيقي بيبتدي بعد كلمة هفكر مش قبل كلمة هفكر. كلمة هفكر اللي بيقولها العميل غالبا بتبقى ليها 4 معاني. ممكن يبقى مش مقتنع بالقيمة اللي انت بتقدمها، حاسس ان هو هيدفع سعر غالي مقابل قيمة مش قد كده، او مش هتبقى مقابل السعر اللي هو بيقدمه مش هتبقى احسن حاجة. تاني حاجة ان هو يبقى مش مطمن لك او مش مطمن للمنتج بتاعك، يا اما مش مطمن ليك كسيلز ريب او كشخص بيبيع، او مش مرتاح للمنتج او الخدمة اللي انت بتقدمها ومش مقتنع بيها ان هو ممكن تبوظ او ما تكملش on the long run او في الوقت البعيد يعني. تالت حاجة ما يبقاش جاهز ماديا او ما عندوش كاش فلو يسمح له ان هو يشتري المنتج او الخدمة بتاعتك. رابع حاجة ودي اختارهم ان هو يبقى بيقارن بينك وما بين كذا اوفر بياعين تانيين قدموه له، ودي اختارهم لان هو انت في الحالة دي لازم تبين الكومبيتيتيف ادفانتج او القيمة التنافسية المميزة ليك عن باقي المنافسين. اخطر ردود الفعل بعد كلمة هفكر اللي بيقولها العميل، اول حاجة انك تضغط عليه تقول له ان العرض اخره النهاردة، طب اديك خصم، ارد عليك امتى. الحاجات اي ضغط على العميل في الوقت بعد كلمة هفكر بتحول التردد لرفض تام. تاني حاجة الانسحاب السريع، انك تقول له خلاص، يعني يقول لك خلاص هفكر، تقوم انت قايل له ماشي براحتك وتسيبه وتمشي. الانسحاب السريع ده بيخلي العميل يفتكر ان انت مش واثق في نفسك او مش واثق في المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمها. طب الرد الاحترافي هيبقى ازاي؟ الرد الذكي والاحترافي انك هتقول له حضرتك تحب تفكر في ايه وانا هنا ممكن اساعدك. هنا انت بتعمل حاجتين، بتبين اعتراض العميل فين. تاني حاجة انك بتفتح باب نقاش جديد ما بينك وما بين العميل. لو اعترض على السعر ممكن تبين له القيمة بتاعت المنتج او الخدمة بتاعتك. لو اتكلم على التوقيت ممكن تسأله على التوقيت المناسب اللي هو ممكن تبيع له فيه او تيجي تكلمه تاني عن العروض بتاعتك. تالت حاجة ممكن يكون بيقارن ما بينك وما بين حد تاني، فانت هنا بتسأله على القيمة اللي هو بيدور عليها او الكرايتيريا، المعيار الحقيقي اللي هو بيدور عليه في المنتج او الخدمة. في الحالات دي انت كده بتعمل ايه؟ مش بتضغط، انت هنا بتحاول تفهم اكتر. خليني احكي لك مثال عشان الصورة توضح اكتر. كان في شركة استشارات مثلا بتدور على استشاري تطوير مبيعات وتسويق، فحضرتك رحت قعدت مثلا مع المدير بتاع الشركة وابتديت تشرح له الخطة التسويقية بتاعتك او ازاي هتزود المبيعات كمان. شرحت له الخطة، شرحت له العائد، شرحت له التكلفة، شرحت له المدة الزمنية، وبعد ما قعدت معاه وشرحت له كل ده المدير قال لك خلاص كويس تمام الخطة جميلة، هفكر وهبقى ارجع لك. هنا انت ممكن ترد بطريقتين زي ما احنا اتفقنا، ممكن تضغط عليه تقول له يلا نوقع دلوقتي، او العرض او السعر ممكن يزيد لو فضلنا وقت اكتر من كده. هنا انت دي الطريقة الغلط اللي احنا قلنا انك بتزود مقاومته اكتر وممكن ما يوافقش ويلغي اصلا العقد دلوقتي حالا، يعني بيبقى خلاص يبقى لغاها في عقله. تاني طريقة انك ترد رد احترافي، انك تقول له طب حضرتك ممكن عاوز تفكر في ايه؟ تفكر في القيمة، الجدول الزمني، ولا المخاطرة؟ فهنا ممكن يبتدي ان هو يقول لك يبتدي يتكلم ويشرح لك ان هو لا، هو المشكلة ان هو حاسس ان هو هيلاقي مقاومة من فريق جوه الشركة. فتبتدي حضرتك ترد عليه الرد الذكي او الاحترافي، انك مثلا ممكن تحكي له قصة لشركة مشابهة ان هي كان عندها برضو ريزيستنس، او الموظفين او الناس اللي شغالة في الشركة كان عندهم مقاومة للتغيير في خطة التسويق او المبيعات اللي حصلت او اللي انت كنت هتقدمها، وازاي اتعاملت مع الموضوع ده خطوة بخطوة. فهنا انت بتحول موضوع المقاومة، ممكن تبتدي تحول الموضوع من هفكر يلا نبدأ ازاي، لان انت اكتشفت السبب الحقيقي اللي هو كان رافض او لسه هيفكر على اساسه المدير دوت. طب امتى نسيب للعميل بعد ما قال كلمة هفكر؟ لو حسيت ان ردوده مختصرة، مفيش اهتمام، ما بيسألش اسئلة، الحاجات دي بتدل على ان هو مفيش اهتمام بالمنتج او الخدمة بتاعتك. فانت ممكن تعمل ايه؟
بس هو ممكن يبقى opportunity او فرصه في on the long run، او اللي هو مثلا بعد كده ممكن يحتاجك، فانت بتقول له حضرتك خد وقتك خالص، ولو احتجت اي معلومه انا موجود، وتدي له الكونتاكت انفورميشن او الوسائل اللي هيتصل بيها بيك. هنا الثقة ساعات بتبقى أهم من الإلحاح. في النهاية كلمة هفكر مش معناها رفض زي ما كتير من الناس بتفتكر. هفكر دي مرحلة، ودي إشارة إن لسه في حاجة ما اتقالتش، وإنت مهمتك إنك تكتشف الحاجة ديت. لأن الصفقة مش هتضيع لما العميل يقول كلمة هفكر، ولكن هتضيع لما ما تسألش السؤال الصح بعدها. وده اللي هيفرق البياع العادي والبياع المحترف. قول لنا في الكومنتس لما العميل بيقول لك كلمة هفكر انت بتتصرف ازاي وبتقول له ايه. وشارك في استطلاعات الرأي، ولو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، وقابلكوا الفيديو الجاي، وخليك دايما سابق بخطوة.